السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناتي عالم إسراء DIY. في الفيديو ده هنعمل مع بعض فكرة سهلة جدا مش هتاخد مننا أي وقت، وبما إننا داخلين على الدراسة ملقتش ألطف ولا أسهل من منظم الأقلام ده. هنعمل مع بعض منظم أقلام كيوت على شكل بطابيط من صلصال الفوم. فكرته سهلة وممتعة وهتغير شكل مكتبك في دقايق. ولو دي أول مرة ليكم هنا، أنا إسراء وبحب الأعمال اليدوية وكل ما هو كيوت ومبهج هتلاقوه هنا على القناة. فلو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الأفكار الجديدة اللي أنا بقدمها، ولايك قبل ما نبدأ عشان نكمل سلسلة تجهيزات الدراسة. ولو لقيت التفاعل وصل ل1000 لايك هعمل معاكم الفيديو اللي جاي تزيين أقلام من صلصال الفوم بطريقة سهلة وبسيطة. فما تنسوش اللايك ويلا بينا على الأدوات. الأدوات اللي هنحتاجها صلصال فوم باللون الأصفر واللون الأورنج، وكمان هنحتاج كوباية بلاستيك بالشكل ده، وكمان هنحتاج غير أبيض، وهنحتاج قطر أو مقص، وهنحتاج لقلم ماركر أسود وأحمر عشان نعمل تفاصيل الوش. ودي كل الأدوات ويلا بينا نبدأ. واول حاجة هنجيب الكوباية البلاستيك دي كده، وبالقلم الماركر اللي باللون الاسود هنحدد الجزء اللي فوق ده اللي احنا عايزين نقصه بالشكل ده. بجيب كده القلم وببتدي ان انا الف كده بالراحة لحد ما احدد الشكل اللي انا عايزة اقصه بالشكل ده كده. وبالقطر هبتدي ان انا اقصه بالشكل ده كده بقى شكلها. هشيل بقى الجزء اللي انا مش محتاجاه ده كده على جنب، وهحط الكوبايه كده عشان اجيب بقى صلصال الفوم اللي باللون الاصفر. هجيب بقى كده الباكت بتاع صلصال الفوم وهطلع كل الصلصال اللي جوه الباكت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابدا ان انا اعجن بقى صلصال الفوم اللي باللون الاصفر ده كويس لحد ما يبقى كده طري وسهل التشكيل. دي اهم خطوه عشان النتيجه تطلع ناعمه وجميله. هبدا بقى ان انا اكور كده، هعمل كده كور صغيرة كتيرة بشكل عشوائي من صلصال الفوم الأصفر، يعني واحدة كبيرة واحدة صغيرة أو على حسب اللي انتوا عايزينه مقاس واحد أو لأ. بعد كده بقى اجيب الغيرة الأبيض وأحط نقطة غيرة صغيرة كده والزقها على الكوباية بالشكل ده، وبأي حاجة مسطحة عندي كده هبدأ ان انا اساوي الشكل كده على الكوباية. كل مرة بقى هبتدي ان انا احط نقطة كده من الغيرة الأبيض واحط كده الكورة بتاعة صلصال الفوم، وابتدي ان انا ابططها كده بأي حاجة مسطحة معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنكمل بقى بنفس الطريقة لحد ما نغطي الكوباية كلها وكأننا بنعمل عيلة بطاطيط كده حوالين الكوباية. كل اللي علينا ان احنا بنحط كده نقطة من الغيرة اللي باللون الأبيض، وبعد كده بنحط الكرة بتاعة الفوم باللون الأصفر ده كده، وبنبتدي ان احنا نبططها كده بأي حاجة مسطحة معانا علشان تتفرد كده معانا بشكل حلو ومتساوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. حبيت ان انا اختار لكم فكرة مقلمة سهلة وبسيطة ان انتوا تنفذوها لو انتوا مثلا امهات وحابين تعملوها لاولادكم، او لو انتوا اطفال وحابين ان انتوا تنفذوها. بجد سهلة وبسيطة، كل اللي عليكم ان انتوا بتعملوا كور صغيرة باللون الاصفر، وبتبدأوا ان انتوا تلزقوها على الكوباية الشفافة دي كده علشان تكون معانا شكل البطابيط القمر اللي هتلاقوها في الاخر. المقلمة دي كمان تنفع للاطفال والكبار، يعني حلوة جدا على المكتب كده وتدي شكل مبهج، وفي نفس الوقت كده تفتح نفسكم على المذاكرة أو على الدراسة أو الشغل بتاعكم أيا كان بقى الحاجة اللي انتوا بتحبوا تعملوها أو تطبقوها وكده. والمقلمة دي أخدت مني حوالي 3 أكياس من صلصال الفوم اللي باللون الأصفر. بجد حلوة قوي وكمان بسيطة وسهلة ومش بتاخد منك أي وقت. كل اللي عليك ان انت بتعملي كور صغيرة كده، وبتبدأوا ان انتوا تفردوها كده على الكوباية لحد ما تكون معاكوا شكل المقلمة. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده بدأت ان انا الزق الكور كلها لحد ما كونت كده شكل المقلمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وببدأ ان انا افرد كل كرة كده علشان تلزق جنب الكرة اللي جنبها على طول بالشكل ده. وتقدروا ان انتوا كمان تعملوها بأي الوان تانية او اشكال حيوانات تانية غير البطاطيت، يعني ممكن تعملوها على شكل ارنب او دبدوب او اي حاجة. بعد ما عملت المقلمة كده كان فايض معايا 3 كور، عملتهم كده كرة كبيرة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا اكورها كده وابططها بالشكل ده، وهلزقها كده على قاعدة المقلمة بالغرة. هبدأ ان انا احط كده غرة ابيض، وبعد كده هحط الكرة دي بالشكل ده، وهبتدي ان انا افردها كده واسويها علشان تغطي كده القاعدة بتاعة المقلمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبصباعي كده ببدأ ان انا اظبط كده الفوارغ اللي جنب الدواير دي كده بالشكل ده. وده كده شكلها بعد ما خلصت. هبتدي بقى ان انا احطها على جنب تنشف كده حوالي ساعة او ساعتين كده، وبعد كده ارجع اكمل. وده كده بقى شكلها بعد ما سبتها ساعتين تنشف. ده بقى كده شكلها بقت صلبة كده شوية. هبدأ بقى ان انا اجيب الصلصال الفوم اللي هو باللون الاورنج ده كده واعمل كور صغيرة، وبأي أداة تشكيل رفيعة اضغطها كده على الشكل علشان تديني شكل منقار البطة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بعمل كده كور صغيرة كتير، وببتدي ان انا اجيب بقى كده المقلمة بتاعتي وبأي أداة كده، وابتدي ان انا احط كده الكور دي على الوش بتاع البطة بالشكل ده، وابتدي ان انا اضغطها من النص كده عشان تدي شكل المنقار.
زي ما انتوا شايفين كده سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش اي وقت. كل اللي عليكم ان انتوا بتحطوا كده اللون الاورنج كده في نص الوش كده، وبتبداوا ان انتوا تبططوها كده باي حاجة رفيعة عندكم. لو مش متاح معاكم اداة التشكيل دي ممكن تستخدموا دبوس ابرة، وتبداوا ان انتوا تطبقوا برضو نفس الفكرة بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. بنحط كده الكرة باللون الاورنج ده، وبنبدأ ان احنا نعمل كده خط رفيع في النص عشان يديني شكل كده بق البطة. ولو انتوا وصلتوا معايا للدقيقة دي ونسيتوا تحطوا لايك، ياريت تحطوا لايك حلو زيكم عشان تشجعوني ان انا اقدم لكم كل جديد. وكمان شيروا الفيديو ده لاصحابكم على اي موقع تواصل انتوا حابينه علشان يستفادوا هما كمان من الفكرة القمر السهلة دي. اكتبوا لي تحت في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد، وكمان لو انتوا حابين افكار تانية عن تجهيزات الدراسة اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا انفذها لكم الفترة اللي جاية ان شاء الله. ترى وده بقى شكلها بعد ما كملنا كده منقار البطة على كل الأشكال بتاعة البطابيط اللي موجودة على المقلمة. نيجي بقى للتفاصيل الممتعة اللي بنحبها كده والتاتشات الأخيرة، وهي هنجيب الماركر الأسود والأحمر عشان نعمل كده العيون وتفاصيل الوش. أول حاجة كده هجيب الماركر الأسود ده وهعمل العيون بأشكال مختلفة. يعني هنعمل كده كل بطوط بوش مختلف. مرة هنعمل العيون بشكل مختلف، نقطتين عاديين كأنهم بيبصوا كده، ومرة تانية هنعمل كأنها مغمضة، ومرة تانية مغمضة عين ومفتحة عين، ومرة تانية بشكلها كأنها بيضحك، ومرة تالتة شكلها مش عارفة ايه. اللي هو كل واحدة كده نديها طابع معين، مرة بتغمض عينيها كده وبتضحك، ومرة عادية. يعني زي ما انتوا حابين بقى كده، زي ما انتوا شايفين كده بالتفصيل اللي انا بعمله على البطابيط القمر دي. هنبدأ نرسم بقى بنفس الطريقة كده وهكذا العيون لحد ما نخلصها. بعد كده بقى بالقلم الفلوماستر الاحمر هنضيف شوية خدود كده كيوت، عشان هنا بقى انتوا ابداعاتكم. يعني ممكن تعملوا كل بطوط كده بوش مختلف، او ممكن تعملوه بنفس الطابع. انا عملت مرة كده خدود مدورة كده، ومرة تانية بعمل شورت كده خفيفة على الخدود كأنها مكسوفة، ومرة تانية بعملها خدود مدورة. زي ما انتوا عايزين بقى، ممكن ترسموه على شكل قلب، وممكن خطوط كده رفيعة جنب بعض 3 خطوط كده، او ممكن دايرة كده في النص كأنها عاملة خدود محمرة كده. اللي انتوا حابينه بتعملوه بجد، مش مجرد مقلمة وخلاص، لا بجد فكرتها سهلة وممتعة، وبتستمتعوا كده بكل تفصيلة انتوا بتعملوها وانتوا بتطبقوا المقلمة دي. يعني انا كنت مستمتعة جدا وانا بعمل معاكم المقلمة القمر دي. في كل حاجة بعملها مستمتعة جدا وانا بحط الكور وبلزقها جنب بعض، ومستمتعة جدا وانا بعمل تفاصيل الوش. بجد يعني حاجة منتهى التسلية والبهجة، وفي نفس الوقت كمان حاجة مفيدة ليكم في الدراسة. ترى وده بقى شكلها بعد ما خلص، بجد شكلها بقى تحفة. شايفين التفاصيل والجمال؟ بجد كل بطوط كده ليه شكل وطابع خاص بيه. شكله قمر قوي، وشكل المقلمة طلع كيوت قوي قوي بجد على الطبيعة، كمان احلى من التصوير. وبكده نكون عملنا منظم اقلام سهل جدا وكيوت، وكمان من صلصال الفوم ومخدش مننا اي وقت. تحفة، لازم تجربوه. ده كده بقى شكله بعد ما حطيت فيه الاقلام بتاعتي. شكلها حلو جدا، وكمان بياخد كمية كبيرة من الاقلام زي ما انتوا شايفين. بجد شكله تحفة قوي، وبقى معانا منظم بطابيط يفتح النفس على المذاكرة. ها قولولي رأيكم في الكومنتات، ادوله كام من 10. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه كده واتسليتم. لو عجبتكم بقى فكرة النهاردة ما تنسوش تجربوها بنفسكم وتقولولي رأيكم في الكومنتات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الأفكار الجديدة أول بأول. واستنوني في أفكار DIY كيوت وممتعة تانية قريب جدا إن شاء الله. أشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. بحبكم جدا، سلام.